مصدر من بيراميدز يفجرها: رمضان يرغب في الرحيل عن الفريق والانضمام إلى نادي جماهيري ويتمنى العودة للنادي الأهلي. أكد مصدر من داخل نادي بيراميدز على أن رمضان صبحي لديه الرغبة الأكيدة في الرحيل عن النادي السماوي، لأنه بعد أزمة المنشطات اللي انتهت دي على خير، رمضان عنده أزمة نفسية دلوقتي في الاستمرار في اللعب مع نادي غير جماهيري، سواء كان بقى نادي بيراميدز أو غيره. رمضان عاوز يغير ويروح لنادي جماهيري علشان يرجع تاني، لأن رمضان كده خايف على مستقبله وشايف نفسه وحاسس إنه مش هيقدر يدي أكتر من اللي اداه مع نادي بيراميدز في الموسم الجديد، وخايف إن المسؤولين في بيراميدز يضغطوا عليه، لأن الموسم اللي جاي هو الموسم الأخير في عقده، وبالتالي يا إما يجدد أو ممكن يجمدوه، ورمضان لسه راجع من الإيقاف. عشان كده كل الحاجات دي عمال يفكر فيها وشغله باله وخايف على مستقبله ونفسه يمشي ويرجع تاني النادي الأهلي، وإن رمضان مستعد يعمل أي حاجة علشان يرضي بيها مسؤول النادي الأهلي وجماهيره ويوافقوا على عودته.